في فلسفة هي أساسا ليها مكان في الدين في كتاب ربنا قبل ما يبقى لها فلسفة في الطاقة، وقبل ما يبقى لها فلسفة في السنة، وقبل ما يبقى لها فلسفة في العلم. البصل بصوا، هات حتتين لحمة نيين، ستاك مثلا أو فيليه، وحطها في البصل أو في مية البصل وسيبها، وهات حتة تانية تبلها بالملح وسيب الاتنين في التلاجة 4-5 ساعات. أنا ما بقولش كلام إلا بأدلة. 4-5 ساعات، وبعدين ارجع بص على اللحمة اللي انت تبلتها ببصل هيبقى لونها ايه، واللحمة اللي انت تبلتها بملح بس هيبقى لونها ايه. هتلاقي اللحمة اللي تبلتها ببصل ريحتها بشعة ولونها اسود، اغمقت، والدم والحمار اللي فيها ده راح. البصل ربنا سبحانه وتعالى قال عليه ان هو ادنى الطعام في القرآن، يعني تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. كلنا بنسمع ده، والدكتور ضياء قال ده. على مستوى الطاقة بقى، بصوا اللعبة دي. انا حد دارس طاقة، يعني انا مش دارسة طب بس دارسة طاقة. ربنا سبحانه وتعالى حرم البصل او قال ان هو من ادنى الطعام. سيدنا النبي كان محرم دخول البصل لبيته، وبالاحاديث لما كان حد من الصحابه ياكل البصل او الثوم كان بيمنعه من دخول المسجد، لان ريحته لا تحبها الملائكه ولكن تحبها الشياطين. ليه؟ البصل ما ينفعش يخش بيوتنا مش اجسامنا. انت لما بتاكل بصل وتحدى، تحديدا لو ست، بتبقى طاقتها وحشه جدا، على طول حزينه، على طول كئيبه، على طول متضايقه، على طول عندك غازات، بوم بوم تخبف، البيبي ريحته وحشه. والشياطين تتغذى على الروائح الكريهه والاماكن اللي بيبقى فيها روايح وحشه. عشان كده تلاقي البيوت اللي بيبقى فيها بصل او ناس بتاكل بصل تلاقيهم على طول بيتخانقوا وبيتشكلوا وعلى طول متنرفزين، والحمام بتاعهم ريحته تقرف، وبوم طخ مشاكل في البيت. جرب كده ان انت تكون من الناس اللي ما بياكلوش البصل اسبوع، وكلمني عن مشاعرك وعن طاقتك. انت عارف انت لما بتاكل بصل الملايكه مش بتقرب منك، فانت بتبقى كائن ظلامي، يعني مفتوح الطاقه بتاعتك للكائنات الظلاميه، للشياطين وللاذى وللعصبيه وللغضب، بلس ان معدتك وجسمك ما بيبقاش متحمل، فبتبقى على طول بتخرج غازات رائحتها كريهه، وبتبقى طاقتك بره وجوه زي الزفت. طب انا بقول اي كلام، القرآن عندك، السنة عندك، كلام الأطباء والدكاترة عندك. أنا بقى جاية أقول لك عن تجربتي. جربي تحديدا للستات توقفي البصل أسبوع. كلميني عن بشرتك.